السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أم أحمد النصري لفرش والعرايس بسواج وأسيوط. نسمي بسم الله ونقول بسم الله ما شاء الله، ربنا يهني ويبارك العروسين يا رب ويجمع بينهما في خير. فيديو النهاردة ده فيديو لشقة عروسة، بس أنا صورت أوضة النوم النيش بس، كانت لسه في حاجات مخلصتش زي ما انتوا شايفين. الشاشات لسه متعلقتش ولا الستاير، فاللي هنا هتلاقوا أوضة النوم النيش بس. بسم الله ما شاء الله، ده دولاب أوضة نوم بس على دريسنج شوية، التقسيمة بتاعته زي الدريسنج. في ضرفتين مراية إزاز فامي، ومن جوه في إضاءة. ده كده السرير، اللهم بارك. المفرش ده مميز جدا، من أحلى المفارش اللي أنا فرشتها، ما فرشتهوش غير العروستين بس. هو قيم جدا وغالي سعره شوية. ده كده الدولاب شكله من بره. بحاول أجمع لكم كل الفيديوهات اللي عندي على الصفحة، هحطها هنا على القناة إن شاء الله، بحيث إن يبقى سهل إن الناس تشوف شغلي أكتر بدل ما تدور على صفحتي على الفيسبوك. هنا حطينا فوق هنا أول حاجة ده لحاف، تحته هنا دي بطانية، بعد كده دي كوفرتات الله، لكن اللي فيها أبيض وأسود دي دفاية، دي كوفرتا. دول كوفرتات اللهم بارك. هنا العروسة دي كانت في سوهاج. عايزة أقول لكم من المفارش، كل المفارش هنا، ومفرش السرير من عند الدمشق، طبعا غني عن التعريف. حاجته بصراحة وخامته قيمة جدا، وما تدورش بعدها بصراحة. فاللي حابب كل فيديو ان شاء الله هقول لكم لو في حاجة مميزة، هقول لكم على مكانها فين. ده الدمشقي اللي هو فرع سوهاج. فوق هنا دي بطانية، وده لحاف برضو اللهم بارك. تحت هنا دي ملايات، ملايات السادة حطيناها في رف، والملايات المنقوشة حطيناها في رف. طبعا غيرنا الرصة في كل رف. دي الملايات المنقوشة. تحت هنا فوط، هنا برضو فوط، بس كل رف بيبقى الرسم رصة غير التانية. دي برضو تحت فوط. ده كده التلات الرفوف دول كانوا فوط. بصوا يا جماعة، عايزة أقول لكم على حاجة. نصيحة لكل بنوتة بتتجهز. بالنسبة لي هاتي حاجة قيمة وخامة حلوة، أفضل من كتر عدد وخلاص. فأنت كل ما تجيبي حاجة قيمة أفضل، وما تكتريش في الأعداد. ده كده شكل الدولاب. طبعا أنا مش بصور الملابس الخاصة. يا رب يكون شغلي واضح وعجبكم. لو وصلتوا معايا لغاية هنا ما تنسوش تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكوا كل جديد في فيديوهاتي في فرش العرب. عايزة اقول لكم ان قناتي اول قناة في الصعيد، على مستوى سوهاج واسيوط والصعيد عامة، لحد متخصص في فرش العرايس. يعني دي القناة الوحيدة لحد متخصص بيفرش عرايس على اليوتيوب. هنا دي كانت كلها دفايات. هنا برضو دي ملايات. هنا بقى الهدوم، وفوق هنا في كوفرتايات برضو، دي كوفرتا واللي جنبها دفاية. ده طبعا كل الحاجات اللي هنا دي خاصة بالسرير كبير، يعني أوضة النوم. هنا بقى الهدوم الصيفي والشتوي. كده يكون معانا الدولاب خلص. طبعا علشان هنا الدولاب مراية، فحطيت الحاجة المرسومة اللي هي زي الفوط والملايات، طبعا بتبقى ظاهرة أكتر. ده المفرش السرير عن قرب. طبعا الشقة ما كنتش فنشتها على زي ما قلت لكم، عشان لسه الستاير ولسه كان في حاجات الشاشة والحاجات التانية متعلقتش. ده المفرش اللهم بارك. من مفارش مميزة بصراحة.
كده خلصت معانا أوضة النوم. ده النيش. أول حاجة هنا تحت ده طقم الصيني، اللهم بارك، هو كان نص طقم. ده كده ده طقم الصيني. هستنى رأيكم في التعليقات تقولولي لو في أي ملاحظة على أي حاجة، برضه هستنى رأيكم. ده طقم الفطار، ومعاه دخلنا معاه أطقم كاسات. لما تكون العروسة جايبة بسم الله ما شاء الله حاجة كتير، فبنحاول نوزع بحيث ان مفيش حاجة، لان اغلب الناس مش بتحب ان انتي حاجات تتشال، هو جايبينه فاكيد لازم يتحط كله، لكن على قد ما نقدر طبعا لازم ننظم الدنيا بشكل حلو. هنا العروسة جايبة طقمين خشاف، حطينا طقمين سيلفر مع بعض في رف، وفصلنا بينهم بطقم كاسات. ده كده ده طقم خشاف. فوق هنا جمعنا كل أطقم الكاسات، ده طقم كاسات بدورة، وجنبه أطقم كاسات تانية. اللهم بارك. هنا الحاجة قيمة وشيك جدا، حاجة هادية. أحلى حاجة الحاجة الكريستالات بصراحة، أو اللي فيها حاجة ذهبي أو فضي، بس تكون خفيفة يعني مش كتير. مش بنحب ألوان كتير في النيش يعني. يا رب يكون شغل عجبكم. هستنى رأيكم، تقولوا لي ايه رأيكم في الفيديو النهاردة. ما تنسوش تدعمونا، تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد في فيديوهاتي، لو طبعا شغل عجبكم. ده كده بصة سريعة على النيش. هنا ده الدلسوار. هنا ده طقم الأركوبال، وزعناه على رفين. حطينا هنا مجات القهوة وفناجين القهوة وفناجين الشاي في رف، وباقي الأطباق في الرف اللي تحت. ده كده شكل طقم الأركوبال كله. في الناحية التانية هنا حطينا صواني، لأن انتوا مش عارفين ان انا مش بحب احط صواني في النيش، فجمعنا لها هنا بقى الصواني، وحطينا لها طبعا في مطبخ على قد الاستعمال. تحت هنا شنطة المعالق. هنا اللهم بارك كانت جايبة صواني تقديم كتير، فحطينا الحاجات اللي هي مش هتحتاجها هنا في الدلسوار، والباقي حطيناه في المطبخ. أتمنى يكون شغل عجبكم. مع السلامة.